السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة اسمي أريم، على قدر كبير من الجمال. كنت أحلم مثل كل فتاة تلبس فستان أبيض، تمشي في ليلة زفافها كالملكة، والورود تتناثر عليها. لي ذكرى مؤلمة في حياتي لا أريد أن أتذكرها، ولكن ما جعلني أكتبها لكم لغرض واحد، وهو أخذ الحيطة دوما لبناتك. البنت مثل التحفة الثمينة اللي إذا انكسرت مستحيل تتصلح، وإذا اتصلحت تبقى الخدوش ظاهرة عليها. إخواتي وخواتي، إليكم قصتي التي تذرف دموعي حين تذكرها، ويتعب عقلي حين يسترجعها، ويكاد يتوقف قلبي حين أذكرها، ويكاد ينشل جسمي حينما أعاود عجلة الماضي الذي لا أتذكر منه شيء جميل بحياتي. إليكم قصتي التي سأكتبها باللغة العامية. أنا فتاة أبلغ من العمر الآن 29 سنة، أعمل حاليا مديرة لإحدى المعاهد الحاسب الآلي الذي أملكه. أنا وحيدة أمي وأبوي، ولما كان عمري 13 توفي أبوي وأمي بحادث مروري. وقتها أنا كنت بالمدرسة، ولما أجا نهاية الدوام جلست عند باب المدرسة أستنى الوالد. فجأة دخلت زوجة عمي تناديني وتقول: ريم، يلا. استغربت وقلت: وش في؟ ليش يا عمة أبوي ما جاني؟ دخلت السيارة وقمت أسأل وأقول: وش في؟ ما رضيت ترد علي، لدرجة إني سألت السواق وقلت له: عم محمد وين أبوي؟ وما رد علي. كنت حاسة بشيء غريب. دخلت البيت وعرفت الحقيقة. ما أبغى أسرد التفاصيل لأنها مؤلمة. المهم عمي أصبح ولي أمري، وزوجته إنسانة ما أوفيها حقها لو بتكلم عنها، لأنها عوضتني عن أشياء كثيرة بحياتي. كان عندهم ولدين، سمير يدرس برا المملكة، وفهد الله لا يسامحه دنيا وآخرة. اعذروني بس لو بتفهموني بتعذروني. المهم فهد صايع وضايع أغلب أوقاته سفريات لبرا المملكة للعب وللحرام، ولما يجي المملكة يصبح كل وقته برا البيت. تعب عمي وعمتي فيه. المهم ما كان يكلمني ولا يعبرني ولا يقول أني بنت عمه. كنت أشوف بوجهه كراهية للبنت. كانت عمتي تقول لي إنه يكره البنات ويحتقرهم، ويقول البنت لازم تندفن. عقلية قديمة متحجرة من كثر ما سوى حرام وشاف بنات الغرب على باله إنه بنات المسلمين مثلهم. كنت أخاف منه دايما لما أشوفه. المهم كان لي غرفة خاصة، كل شيء أطلبه يوفره لي عمي الله يغفر له. ما كنت أختلط بفهد لأنه ما يتواجد بالبيت. ولما كبرت وصار عمري 16 سنة كان لازم أتغطى عن أولاد عمي. كنت دايما أجلس مع عمتي زوجة عمي وأقول لها عن أسراري وأحلامي، وكانت تطبطب على راسي وتقول لي: يا ريم، ربي ما رزقني ببنت، لكن رزقني بأفضل من بنت بطني. يعني لو أن لها بنت ما كانت حبتها كثر ما حبتني. كانت هي وعمي يشتكون من ولدهم فهد لأنه فاضحهم بالشرطة. لما وصل عمري 17 سنة كنت أحلم بسمير ولد عمي اللي عمري ما شفته غير مرتين، مرة لما كنت مع أبوي وأمي، ومرة لما اتوفى أبوي وجاء يعزي. كان فارس أحلامي.
نما ذا الحب عندي وما كان أحد يدري، لا عمي ولا عمتي ولا هو. كنت دايما أسمع عمي يقول أنا أبغى أوفر لهذه البنت حياة آمنة عشان يرتاح ضميري. ما كان خايف على أولاده لأنهم أولاد، لكن الخوف دايما يكون على البنت. أما الولد يقدر يدبر نفسه، أما البنت لازم لها عون. وعمي كان لي عون هو وزوجته، بس ولدهم هدم حياتي وحياة أهله وصار فرعون علينا. واه، ويش من حياة بس. كان عمي يقول لي تخرجي من الثانوية وأدخلك أحسن كلية وبفلوس. بعد وخارج المملكة كانت حالته المادية جدا مرتفعة. تحمست من كلامه، أبغى أسافر أتعلم برا. ولما وصل عمري 19 سنة حدثت الكارثة. فهد نادرا ما يكون بالبيت، وعمي مسويله قسم خاص له. عن طريق هذا القسم يقدر يوصل لأمه وأبوه عن طريق باب كان بين غرفة أمه وأبوه. والقسم الخاص فيه يعني كان له بيت كامل مكمل، ما عدا جزء بسيط أعيش فيه، وفيه صالة كبيرة كنا نجتمع فيها أنا وعمي وعمتي. ذي الصالة فيها باب لغرفة عمي وعمتي، يعني البيت مرتب ترتيب يعطي كل واحد خصوصياته. ما كنت أتعدى حدودي، حدي هالجزء الخاص فيني. وفي يوم من الأيام كنا مجتمعين بالصالة نتفرج على مسلسل أنا وعمي وعمتي، ولما انتهى المسلسل راحوا ينامون. جلست بالصالة أتفرج شوية، سمعت صوت غريب. تصلبت في مكاني، ما قدرت أتحرك. قمت أتسلل شوية شوية عشان أروح غرفتي وأقفل الباب. مشيت شوية شوية ودخلت الغرفة وأنا ماسكة يد الباب، إلا وواحد وراي يمسك الباب ويقفله بقوة. نظرت لقيته ولد عمي فهد سكران. صارخت وصرخت، ناديت، بس يا للأسف التلفزيون بالصالة صوته مرتفع، يعني مهما صرخت ما راح أحد يسمعني. وياه، كان لغرفتي لها شباك عن طريقه أقدر أنادي الشغالة. فتحت الشباك وناديت، بس ما في أحد قريب كان يقدر ينقذني. حاول السافل يمسكني، وكنت أتخبط من زاوية لزاوية وأقول له أنا أبكي: فهد أنا بنت عمك، فهد أنا عارك وشرفك، واللي يعيبني يعيبك، فهد أنا أمانة عندكم، فهد لا تدمرني، فهد و من كل قلبي أقولها. وآه يا ناس من ينصرني، ودي أشوفه يتدمر قدامي، ودي أشوفه يتقلب على فراش الألم قدامي. السافل انتهك شرفي وعرضي، اغتصب الأمانة اللي عندهم بنت عمه، الشيء اللي يحافظون عليه أهله، ودمرني. ما أقدر أوصف حالتي بذيك الليلة، كنت منهارة ما أتكلم. دخلت الشغالة علي وأنا منهارة، غطتني جزاها الله ألف خير. صرخت وقالت بصوت عالي: الحقوها الحقوها، ولدكم اغتصبها. دخلت عمتي وعمي منصدمين، وأنا منهارة صامتة. خلاص كل شيء راح، كفاية أمي وأبوي وحتى عرضي افتقدته من أقرب الناس لي. أصبح من الذئب البشري اللي حطم أحلامي، حطم حلمي في أخوه، حطم مستقبلي. ما راح أسافر، ما راح أدرس، ما راح كل فكرة طرأت على بالي ذيك اللحظة. جلست قرابة أسبوع منهارة ما أتكلم. تنومت بمستشفى الأمراض النفسية أسبوع، وعمي أصيب بجلطة دماغية، وإلى يومنا الحالي وأنا أتعالج عند طبيب نفسي، لأنه آثار الصدمة تلازمني حتى بمنامي. البيت انقلب من الفعلة الشنيعة. أما السافل فهد اختفى عن الأنظار. تدرون يا ناس،
إنه فعلة ولد عمي خلتني إنسانة عصبية وعنيدة، صرت أكره العالم خلاص، أنا إنسانة محطمة. ليش الحياة؟ كان لي صديقتي فاطمة تواسيني تبكي علي، كنت أحس بحنان لما أشوفها، كانت صديقة وفية، وبعد شهر استسلمنا للأمر الواقع، كنت ما أجلس مع عمي ولا عمتي، مما زاد عمي أمراض، كان يبكي وينزل على رجولي ويقول لي سامحيني يا بنتي، كنت أبكي وأقول له أنت يا عمي مالك ذنب. وبعد أحداث كثيرة جاء سمير من السفر، وكانوا يبغوا يستروا على الخبر قبل لا ينتشر بين الناس، سفروا الشغالة لبلادها لأنها هي اللي شافتني، وخافوا إنها تعلم أحد، ما كان يدري أحد غير عمي وعمتي وسمير وفاطمة صديقتي وأهلها. وجاء يوم سمير وطلب يشوفني، كان يبغى يقول لي سالفة، كنت أرفض وأقول ما أبغى، كفاية اللي سواه أخوك، روح ماني ناقصتك. كنت قاسية عليهم بس أجبرني وقال لازم نجتمع كلنا، تغطيت وخرجت له، وجاء عمي وعمتي، وفجأة جاء فهد السافل، صرخت وقلت أكرهكم كلكم، حاولت أخرج من البيت لكن قالوا لي فهد بيتزوجك ويغطي على فعلته قبل لا أحد يدري من الناس. وبعد أحداث ورفض وعناد صمت وقبلت بالحقير، تزوجته على الورق وتزفيت في عرس كبير، الناس تتكلم عن عرسي وتقول هنيالها، ولكن ما دروا إني مجبورة عشان أنا بنت، عشان عرضي انهدر. رحنا لشقة عمي استأجرها لنا، دخلت الغرفة قفلت غرفتي، نزلت فستان العرس وأنا أبكي، كنت أتمنى إني ألبسه لواحد أحبه، لواحد شريف ما يعرف الحرام، وإيش ذنبي أنا مثل كل البنات أبغى ألبس فستان عرس وأنا مبسوطة، أتدلع على زوجي، يدخل حبه قلبي، بس كل هذا ما صار. دفعت ثمن فعلة سكران، دق الباب علي، فتحت له وصرخت بوجهه وقلت يا سافل يا حقير، أكرهك، ولو مسكتني الحين راح أهرب وأفضحكم، كل هذا اللي أسويه فيه قليل يا ناس، دمرني ما يقدر يتكلم، سكت لأنه غلطان. جلست معاه 7 أشهر ما خليته يمسكني، كان يعتذر ويحاول يبرر فعلته، لكن كنت ما أتأثر، كل كلمة يقولها تزيدني مناعة ضده. وبعد ما مرت الشهور وإحنا أغراب ببيت واحد، طلبت الطلاق، والله يا ناس ما مانع، على طول طلقني بالثلاث، دمرني أكثر وأكثر. شليت شنطتي ورحت لبيت عمي اللي طاح من قصتي، وقال بصوت مهموس الله لا يسامحك يا فهد. ومن بعدها ما نطق عمي ولا بكلمة، مات عمي، مات سندي، مات أبويا الثاني، خلاص كل شيء حلو يروح مني، أهم شيء عندي عمتي، والأمر يصير مستور قدام الناس. ولما صار عمري 23 سنة قالت لي صديقتي فاطمة ريم أنت مظلومة في ذي الحياة، وربي يبغى يعوضك خير. أنا وإيش قصدش؟ فاطمة صالح أخوي تعرفيه أنت، اللي ماتت زوجته قبل سنة، عمره 41 سنة، بس إنسان تقي ويخاف ربه، وعنده ولد عمره 15 سنة وبنت عمرها 11 سنة، يبغى يتزوجك وهو عارف ظروفك ومتفهم وضعك. فاطمة كانت واسطة خير فعلا، نجحت الله يجازيها خير، وما عندها أي شيء، فقالت أخوي ما عنده مانع يبغاكي تعوضيه عن أشياء افتقدها، والله هو اللي بيعوضك عن ذي الحياة. فعلا تزوجته بموافقة سمير ولد عمي وموافقة عمتي، وكان الفرح عائلي، لكن تعتقدون مرت الليلة بهدوء؟ لا والله، تنكدت ذيك الليلة، طبعا مو غريب هالشي، على طول عمري
يعني طول عمري وأنا متنكدة لا إله إلا الله، اللهم لا اعتراض على حكمك، سامحوني أعزائي فوالله أني لا أستطيع أن أتمالك نفسي من همي وألمي. المهم لما دخل صالح وأهله وأولاده بالصالة عندي قمت أسلم عليهم وباركولي. كان صالح في نظراته إعجاب كبير بي، وكان طول الليل وهو يناظرني متفائل خير على قوله. فجأة دخل دخل فهد من غير ما يراعي حرمة الموجودين، من غير ما يراعي وجود بنات ناس بالبيت. قام شدني من شعري وقال: تتزوجين من غير ما تقولين لي؟ تتزوجين وانتي اللي رفضتي تعيشي معي وخليتي أهلي يحقدون علي؟ نسى ما فعله فيني، نسى إني رفضته من حيوانته اللي شفتها فيه وانتهاكه عرضي. كان يبغى يثبت رجولته على حسابي، وكان إنسان يحب ينتقم من خلق الله الضعفاء من غير سبب، ويا كثر ضحاياه من الناس سواء الأجانب أو من نفس بلده. بس أنا أكبر ضحية في حياته. والله يا ناس إنه في ناس تبغى تفرض سيطرتها على خلق الله حتى لو بالحرام، حتى لو على أمه وأبوه. تدخلوا الموجودين، وعمتي صارت تطق ولدها بكل قوتها. وقام صالح يضرب فهد ويقول: أنت طليقها ما يكفيك العار اللي سويته ببنت عمك، وبعدين ليش تدخل على أهلي من دون ما تستأذن؟ وريم على ذمتي. وحصلت هوشة كبيرة انتهت بقسم الشرطة وحبس فهد يومين حتى تنازل عن حقه صالح. ما حسيت بطمع الحياة بذيك الليلة، كلها هم ونكد. كان فهد حاقد علي، ما يبغاني أتزوج. هذا إنسان كاره الحياة، كاره كل شيء، إنسان ما يعرف إلا الحرام. بس إيش ذنبي أنا اللي عمري ما أذيته ولا أذيت أهله. بس عرفنا السبب إنه تأثير المخدرات والخمر عليه هو اللي وصلوه إلى هالمواصيل، وأنا الضحية. وبعد 3 أيام وبعد هدوء الأوضاع بديت أندمج مع صالح. حسيت بالحنان والأبوة اللي فقدتها من زمان. حسيت إنه كل شيء بحياتي كان يساعدني بعلاجي ويحمسني على نسيان الماضي. وكان ولده اسمه سعيد وبنته هيفاء. وهذه قصة بنت سعودية أرسلتها في الواتس. لا أعلم حقيقة القصة، قد تكون حقيقية أو لا، الله أعلم. ومع السلامة، وتحياتي للجميع، ودمتم سالمين.